فلنجعل عبورنا الآن من الفوضى إلى النظام والنضج والديمقراطية، وأرجو أن تكونوا مثالا يحتذى لزملائكم في مدارس أخرى، وليكن شعارنا الشفافية وتقبل النجاح وعدمه بروح رياضية، والله ولي التوفيق. الانتخابات هتبدأ في حوش المدرسة بعد الحصة الثالثة. هتاخد الحصة الرابعة والفسحة والحصة الخامسة. عايزين النظام والاحترام. ودلوقتي على الفصول. مش ممكن، ده راجل يجنن. قصدك الراجل اتجنن؟ عيب يا استاذ نصحي، عيب. عيب؟ قولي له هو عيب. هو عمل ايه غلط لما حب يعلم العيال الديمقراطيه؟ ديمقراطيه؟ بتقولي ديمقراطيه؟ ديمقراطيه ايه يا ابني؟ ده شويه شباب بيضربوا برشام وشويه مجاري وميه ملوثه، مش عارفين نشرب بق ميه نضيف، شويه مطره بتنزل بتغرق الشوارع، شويه شباب بيتعلموا عشان بعد ما يتخرجوا يقعدوا على القهاوي، وتقولي تجارب وانتخابات؟ يا استاذ نصحي، بدل ما تكسر مقاديفه المفروض انك تقف جنبه. لو كل واحد فينا عامله زي حضرتك كده البلد عمرها ما تتقدم ولا خطوه واحده. طب ايه رايك فعلا ان احنا مش هنتقدم خطوه واحده؟ عارفه ليه؟ ليه يا استاذ؟ عشان عايشين احلام، عايشين اوهام وعمرها ما هتحقق، زي الحاله اللي عايشها الزعيم ياسين الحمزاوي. دي الصناديق اللي هيتحط فيها ورق باسماء المرشحين لرؤساء اتحاد الطلاب وباقي الاعضاء اللي الولاد هينتخبوهم. المدرسين هم اللي هينظموا عملية الانتخاب. كل مدرس هينزل بفصل، اما يخلص يطلع وينزل اللي بعده. تمام تمام يا حضرة الناظر. يا جماعة أنا عاوز تجربة تنجح، وضروري الطلبة يحسوا إن إحنا واقفين على الحياد التام. يعني مهما كانت مشاعرنا سلبية وإيجابية تجاه طالب معين ما ينفعش نبين. مفهوم؟ الولاد دول بكرة هيبقوا قادة في كل مكان في البلد، وجايز التجربة دي تعلمهم شيء مهم. ما هو ده الهدف. حصل الطالب أشرف عبد الفتاح عوني على مجموع أصوات بلغ 650 صوتا. بينما حصل منافسه الطالب عبد الرحمن عبد الله على 750 صوتا. وبكده أصبح عبد الرحمن هو رئيس اتحاد الطلبة. ما تتصوروش قد ايه انا فخور بيكم. النهارده مفيش حد خسران، كلنا كسبانين. ده كفايه المظهر الحضاري والنظام ونجاح التجربه. هنقول مبروك لعبد الرحمن وزمايله، حظ اوفر لاشرف وزمايله المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضلوا باركوا لبعض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمني يا عبد الرحمن، عملت ايه؟ الواقف الصادق العبد لله عبد الرحمن عبد الله، رئيس اتحاد طلبة مدرسة العبور. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. صليت ركعتين شكر لله؟ الحمد لله. اللهم تقبل. قول لي بقى، والناظر بتاعك اتضايق ان انت اللي كسبت؟ الغريبة انه اتبسط. المهم انا جعان قوي، عامله لنا ايه النهارده؟ عامله لك كل الحاجات اللي بتحبها، غير انت بس هدومك وعلى الاكل تحكي لي بالتفصيل. ماشي.
السيدة الفاضلة رحمة عبد الرحمن، يسرنا أن نعلمكم أننا نجحنا في مدرستنا في إجراء انتخابات لاتحاد الطلبة، وأن ولدكم عبد الرحمن قد فاز في هذه الانتخابات وأصبح رئيسا للاتحاد. وبصفتي ناظرا للمدرسة أود أن أنقل لكم تهنئتي القلبية بهذه المناسبة، كما أود لفت نظر عنايتكم إلى أننا يجب أن نتواصل ونتعاون في دعم عبد الرحمن كي ينجح في مهمته هذه، ونجاحه يتوقف على أن يكون على مسافة واحدة من كل زملائه ولهم جميعا دون تمييز. ولا شك أن دوركم في توجيهه لتحقيق ذلك غاية في الأهمية. أرجو من الله أن يسدد خطاه وخطانا جميعا. ناظر المدرسة ياسين الحمزاوي. ماشي يا سيدي، متشكرين لك. ادخل. انت لسه سهرانه؟ مش جاي لي نوم، نام انت وانا هصحيك على الفجر. طيب تصبح على خير. بتبدأ الستوري بورد لونج شوت للمكان كله، شايفين سيراميك احمر في كل حته، ريفلكشن باب ابيض، كات الباب بيفتح ببطء، بنطلع بنخش وراه، مزيكا فيها سسبنس، بنشوف الحمام وبعدين ستارة الحمام بتفتح بالراحه، كات رجلين ريم، سلو موشن اب تو ذا بادي، وبعدين وش ريم، كات اسم الاعلان. طب وريم هتبقى لابسه ايه؟ بورنوس، مش مبين اي حاجه يا معلم، ما تقلقش. لا طبعا لازم اقلق. استاذ حسام، احنا معانا استاذ هشام المخرج، وده راجل ليه رؤيته. بعدين يا سيدي احنا عارفين التلفزيون المصري ناسبه ايه وما ناسبوش ايه. حسام ممكن دقيقة عن إذنكم؟ اتفضل. ايه بقى يا حسام؟ انت عايز تطير مني الاعلان ولا ايه؟ انت ناسي مين هو دياب بيه؟ وناسي ان شركته من اكبر شركات الاعلان في مصر؟ يعني ايه تلبسي بورنوس؟ الله، ما هو هيبقى مغطيني كل يا اخي. مش موافق يا ريم. ووافقت ليه بقى ان شاء الله على سيسن يا حسام؟ ما تشوفي اللي جرالنا من وراه، ولا انت ناسيه علقه اخوكي ولا كلام ياسين؟ لا مش ناسيه طبعا، بس دول اخواتي وانا هعرف اتصرف معاهم، واكيد يعني عمري ما هغلط نفس الغلطه، وهبص على السكريبت قبل ما ابدا في الاعلان. خلاص بقيتوا حبايب وانا العدو؟ ويعني ايه تقنعيهم يا ريم؟ اقنعيني انا الاول، انا جوزك يا هانم. جرى ايه يا حسام؟ انت عايز ايه مني بالظبط؟ اخرج انا الاعلان. استاذ حسام، بغض النظر عن انك ما عندكش خبره كبيره قوي في الاخراج، امال انتوا جيتوا لريم ليه؟ مش عشان الاعلان اللي انا اخرجته؟ احنا جينا عشان الاستاذه ريم عندها كاريزما عجبتنا. والاخراج حتى لو عظيم، احنا معانا الاستاذ هشام وجايين للاستاذه ريم، وبعدين الموضوع يعني مش باكج. طيب ممكن تدونا فرصه نفكر؟ يعني ايه يا حسام؟ وبعد اذنك يا اتش، عايز نسخه من الستوري بورد. انا اسف ما اقدرش. اديهاني انا يا هشام وانا اللي هبص عليها، ما تقلقش.